بصوا بقى، خلينا نتفق اتفاق. الفيديو ده تعبت فيه جدا على ما اجمع الاصناف اللي موجوده فيه، والفيديو ده الاول من نوعه واكتر فيديو فيه كميه اصناف للمانجا عشان اعرفك الانواع وعشان ما حدش يضحك عليك. فيا ريت بقى بعد التعب ده كله تقدروني وتعملوا لايك للفيديو وشير، وتعالوا نبتدي ونقول بسم الله. ومعاكم رشا الغفير. اللي قدامكم ده نبذه بسيطه من بعض اصناف المانجا اللي موجوده في السوق، هنتعرف مع بعض النهارده على معظمها، وان شاء الله هنزل لكم جزء تاني. اول صنف وده الاشهر على الاطلاق وهو المانجا السكري، وده مشهور جدا علشان طعمه حلو ومسكر ونسبه السكر فيه عاليه، والقشره بتاعته بتتميز انها رقيقه جدا زي ما انتم شايفين كده. الصنف ده انا ما برشحوش خالص للعصير ولا التخزين، اولا لان ما فيهوش الياف زي ما انت شايفه كده، ده بالاضافه ان طعم المانجا فيه مش قوي، هو طعم السكر فيه قوي لكن نكهه المانجا اللي بتميز المانجا مش موجوده فيه بكثره، فبالتالي انا ما برشحوش غير للاكل فقط. تاني نوع وده الاشهر على الاطلاق، وده بقى انا بسميه الجوكر، وده يا جماعه المانجا الزبديه، لان هي اكل عصير تخزين خدي منها اللي انت عايزاه. ده بالاضافه كمان ان لونها حلو جدا، يعني لو فتحنا كده دلوقتي هتلاقي لونها من جوه برتقاني غامق، وده الصنف المستخدم في معظم محلات العصير، وهو ده الصنف او الاشهر، لان في اصناف تانية يا جماعه مش ده بس ده الاشهر في التخزين. محتوى السكر فيه عالي، نكهه المانجا قويه جدا، بالاضافه ان الالياف فيه عاليه، فبالتالي يصلح للتخزين وحلو جدا وطعمه ما بيغيرش. اما الصنف اللي قدامكم ده فغالبا كلنا نسمع عنه وعارفين اسمه، هو النعومي يا جماعه، ومش كل مانجايه حمراء تبقى نعومي، في اصناف كتير من يعني الاصناف الملونه زي التومي وزي الكنت وزي الهايدي وزي الياسمين، وفي اصناف تانية كتير والكريمسون وحاجات تانية كتير. صنف النعومه بيكون مبطط شويه، وبتكون الجلده بتاعته عامله زي المشمع ومزيته كده. اللي بيميز طعمه غير ان هو فيه سكر عالي، فيه نسبه اسيد عاليه جدا، فعشان كده تحسوا ان هو مدي على ليمون شويه. انا بصراحه ما بحبهاش، مش بفضلها، لان طعم المانجا فيها مش قوي القوه اللي انا بدور عليها. الصنف ده كنت اول مره اجربه، اسمه كاري، زي ما انتم شايفين كده، طعمه حلو على فكره، نسبه اللحم فيه عاليه جدا، محتوى السكر فيه عالي جدا، ده بالاضافه ان طعم المانجا فيه قوي جدا. وعايزه اقول لكم على معلومه واحنا برضو شغالين مع بعض كده هتعرفوها دلوقتي، معلومه مهمه جدا. زي ما قلت لك ده ينفع برضو للتخزين، بس انا برشح وبقوه الصنف الزبديه. نيجي بقى للصنف اللي انا بفضله شخصيا وشايفاه هو التوب في كل انواع المانجا، من حيث الطعم من حيث التخزين من حيث الاكل من حيث العصير، وهو الصديقه يا جماعه. الصنف ده بقى ما فيهوش غلطه، انا بعشقه. بالمناسبه في فرق ما بين المانجا الاسماعيلاوي والصديقه والصعيدي، اللي على الشمال ده صعيدي واللي على اليمين دي اسماعيلاوي، دي بقى تنفع في كل حاجه، تخزين وعصير واكل وكل، خدي منها اللي انت عايزاه. زي ما انت شايفه كده الاثنين على فكره طعمهم حلو جدا. بتعرفي الفرق ازاي بين الاسماعيلاوي والصعيدي؟ الاسماعيلاوي ملونه والصعيدي بتكون خضراء ما فيهاش اللون الاحمر الحلو ده. بعد كده بقى ده الصنف بقى الهندي، وعايزه اقول لك انا عن نفسي بعشقه، ده الهندي السناري. انا بعشق الصنف الهندي يا جماعه، حلو جدا، بس عيبها انها ما فيهاش لحم كتير، ده بالاضافه ان لونها ما بيكونش قوي زي الباقي، وطعم السكر فيه بيكون معقول، وطعم المانجا فيه بيكون قوي، بس انا برضو ده مش من الاصناف المفضله بالنسبه لي. اما النوع ده بقى انا لسه عارفاه قريب من سنتين بس، والصنف ده استحوذ على قلبي يا جماعه، تفوق على كل الاصناف اللي اعرفها. صنف حلو جدا، مزيج ما بين السكري وما بين العويسي، وهو اسمه سكري ممتاز. عايزه اقول لكم ده اللي شفتوني في اكتر من فيديو كنت بدور عليه في سوق العبور علشان الاقيه، وطعمه حلو جدا يا جماعه، طعمه كان مفاجاه بالنسبه لي، ولا زلت لحد النهارده المفضل عندي، يمكن اكتر كمان من العويس، وطعمه حلو كاكل وكعصير، لكن ما ينفعش خزين. اما الصنف ده بقى عايزه اقول لكم في حته تانية لوحده خالص، صنف قديم واسمه كلنا عارفينه، بس للاسف مش عارفين ان هي دي المانجا المقصوده. دي يا جماعه صنف اسمه الالفونس، او زي ما بيتقال عند البياعين والناس تعرفه فونس. المانجا دي طعم وريحه قويه جدا ومميزه جدا، تقدري تجيبي اي 10 كيلو مانجا ملهاش طعم وحطي عليها كيلو واحد بس من الالفونس، وشمي بقى ريحه وطعم ملوش حل. تاخدي منها عصير واكل، لكن للاسف ما تنفعش للتخزين لان محتوى اللحم فيها قليل. تعالوا بقى نشوف الصنف بقى اللي هو رقم 1 في العالم، واللي تربع على عرش المانجا، وهو العويسي يا جماعه. بتكون مبططه كده زي ما انت شايفه وشكلها كده، وده الفرق ما بينها وما بين السكري الممتاز، اللي على اليمين دي سكري ممتاز، واللي على الشمال المانجا العويسي يا جماعه، زي ما انت شايفه كده. وطبعا العويسي بيكون منها فص، وده يعني هقول لكم عليه في الفيديو اللي جاي. طبعا بتبقى عصير واكل، لكن ما تنفعش الخزين نظرا لان حجمها بيكون صغير وما فيهاش محتوى لحم عالي، فبالتالي مش هتنفع للخزين. اما الصنف ده بقى كان اول مره اشوفه، كان مفاجاه بالنسبه لي، هو الفص الكاري اللي احنا كنا شفناه في اول الفيديو.
ده اسمه فص كاري. ومعلومه عارفه ان اغلبكم ما يعرفهاش، وهي ان معظم اصناف المانجا ليها فص يا جماعه، بس اعلى نسبه فص واعلى انتاجيه من الفص هي من صنف العويس. وعايزه اقول لك على معلومه حلوه جدا، اي منجايه فص بيكون طعم فيها مركز جدا. يعني تخيلي الحجم الثمر الكبير ده لما يتركز كله في الحاجه الصغيره دي، طبعا بيبقى طعم واصل لمرحله تعدت الخيال بخيال. عايزه اقول لك الفيديو ده انا بالعافيه لما جمعت الاصناف دي كلها من كل بياع، يعني عملت ايه زي ما بيقولوا من كل بستان زهره عشان اقدر اعمل لك الفيديو ده. علشان كده لو عجبك الفيديو لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.